مساء الفل والياسمين على احلى متابعين. هنعمل النهارده بقى الكشري المصري على اصوله بكل حركاته وتكاته، هيطلع معاكي احلى من كشري المطاعم. واخيرا وبعد تجارب كتير وصلت لسر قرمشة البصل واللي هتخليه يفضل مقرمش معاكي لتاني يوم. بجد الطريقة حلوة جدا وسهلة جدا جدا، بس النتيجة بجد مبهرة وهتخلي فعلا البصل مقرمش معاكي. حتى لو فضل منك شوية كشري لتاني يوم هيبقى مقرمش ومحافظ على قرمشته. بس لو اول مرة بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة هبدأ بيها سلق المكرونة، وطبعا كلنا عارفين المكرونة بتتسلق ازاي. بحط بقى مكرونة سباجيتي ومكرونة صغيرة الاتنين في نفس الحلة، وبعد السلق بشطفهم بالمية الباردة، وقبل الاستخدام بشطفهم تاني بالمية عشان يفكوا من بعض. وتعالوا بقى اقول لكم على اول سر لقرمشة البصل، وهي التقطيع. بنقطع البصل لشرايح رفيعة جدا على قد ما نقدر، ولو عندك مكنة شيبسي هتبقى سهلة عليكي جدا في التقطيع. لو ما عندكيش يبقى بالسكينة وهنقطعها رفيع جدا جدا. وبعدين فككت كده البصل من بعضه زي ما انت شايفة وحطيته في مصفى. واهم تركة معانا بقى هنرش عليه ملح كده ونقلبه كويس من فوق لتحت كده علشان الملح يتوزع والبصل ينزل المية اللي فيه كلها. ودلوقتي بقى هسيبه على جنب شوية لحد ما اعمل الرز. هبدأ بقى احمص الشعرية، وبعدين بعد ما الشعرية تحمر وتاخد اللون الذهبي الفاتح ده هنزل على طول بالرز، وهبدأ اقلب فيه كويس لحد ما يسخن كويس جدا علشان ابدأ اضيف عليه المية او الشوربة على حسب ما هتضيفه او المتاح عندكم. وطبعا دي مش اول مرة نعمل الرز مع بعض، ودايما باكد عليكم اهم حاجة الرز يسخن كويس جدا علشان نبدأ نطشه كده ويفلفل معانا. انا بصراحة بحب اعمله بالطريقة التقليدية اللي هو بعمل الرز لوحده والعدس لوحده، بيبقى احلى بكتير من ان العدس يتعمل مع الرز في نفس الحلة بصراحة. وزي ما انتوا شايفين الرز هنا اتشرب معانا، كان على نار عالية. بعدين بنهدي النار بقى ونسيبه يستوي على مهله. لو حسينا انه محتاج شوربة بنزود حاجة بسيطة جدا لحد ما يستوي معانا. وقبل ما يستوي ببدأ بقى اسلق معايا العدس، بشطفه كويس جدا وبعدين بحطه بقى على النار يغلي بقى كده ويتسلق معايا كويس، وبحط له رشه من الملح كده. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين البصل كان نزل الميه اللي فيه. هبدا بقى اصفي الميه اللي فيه دي كويس جدا، وعلى طبق واسع كده او صينيه بفرش كده مناديل المطبخ ووزع عليها البصل، وبجيب منديل تاني وببدأ كده انشف البصل. وعلى قد ما اقدر لازم اجفف البصل، لان المية اللي فيه دي هي اللي بتخلي البصل يبقى بعد ما بنقليه بيرجع يبقى طري تاني، عشان كده احنا بنتخلص من اي مية فيه. وبالشكل دوت رجعته تاني المصفى وحطيت عليه معلقة من الدقيق وقلبته كويس جدا، وبعدين ضفت عليه معلقة تانية من النشا، وبس كده قلبتهم بقى كويس. وزيت سخن بقى، وهنبدأ بقى نحمر البصل. وطبعا زي ما انتوا شايفين باخد شوية بشوية كده واوزعهم على الزيت علشان البصل ما يمسكش في بعضه ويبقى كتلة واحدة. يعني باخد شوية بشوية كده واوزعهم على الطاسة، وبعد ما يبدأ ياخد لون معايا بقلبه كده بالشوكة علشان يبقى يعني مفلفل اكتر. وبعدين بطلعه بقى وهو اخد اللون الذهبي الفاتح، ما بستناش عليه لحد ما يغمق علشان هو اصلا يعني بعد ما بنخرجه من الزيت بيغمق كمان شوية، عشان كده بنطلعه وهو لونه فاتح شوية. وطبعا لازم نخلي بالنا علشان هو بيحمر بسرعة جدا وما بياخدش وقت خالص. وبس كده بيكون بقى مجهزة طبق واسع كده او صينية وبفرش عليها ورق زبدة، ما بحطش مناديل مطبخ خالص. وبعدين بخرج عليها بقى البصل كده واسيبه متهوي كده، بتلاقوه نشف اكتر معاكم، وبجد بالطريقة دي هيفضل ناشف معاكم لحد تاني يوم. وتعالوا بقى دلوقتي علشان نعمل العيش المتحمص اللي بيتاكل مع الكشري في المطاعم في نفس الزيت طبعا علشان ما نهدرش زيت كتير. ببقى مقطعه عيش شامي زي ما انتوا شايفين كده بسكينه بقى او بالمقص، نقدر نقطعه بالشكل نحبه سواء مثلثات او تقطعوه زي ما انا عاملاه كده شرايح بالطول، بتبقى حلوه قوي وسهله في الاكل. وبعدين بحمره بقى في الزيت اللي انا عملت فيه البصل، بياخد كمان من طعم البصل. واول ما بياخد اللون الذهبي بطلعه على طول واديله كده رشه من الملح، وممكن كمان تديله رشه من توم بودره او بصل بودره، بتديله نكهه حلوه جدا. وزي ما انتوا شايفين اهوت الرز استوى معانا وطالع مفلفل وشكله يجنن. وبس كده تعالوا بقى دلوقتي علشان نعمل مع بعض صلصه الكشري. طاسه بقى على النار كده او حله، بحط فيها شويه من الزيت وبنزل عليها بمعلقه كبيره من الثوم المفروم، وببدا اشوحه كده تشويحه خفيفه يبدا يصفر معايا وريحته تطلع. هنزل عليها بمعلقه من الكزبره وهبدا اشوحها معاها، وبعدين
وبعدين هضيف عليها معلقة من الخل. هنا انا عكست، بس دي كانت غلطة. ابدأوا الاول بالكزبرة وبعدين ادوها طشة بالخل، بتدي طعم وريحة احلى بكتير. وبعدين ضفت شوية كده من البصل المتحمر، كسرتهم وضفتهم على الثوم وقلبتهم كده لمدة دقيقة. وبعدين ضفت عصير الطماطم، وما ننساش طبعا رشة السكر. ولو الطماطم عندك لونها فاتح ممكن تزودي شوية كده من الصلصة او معجون الطماطم زي ما انا عملت كده. الطماطم عندي كان لونها فاتح، علشان يبقى لونها احمر كده وحلو، وزودت لها معلقتين من معجون الطماطم. وبعدين ضفت لها بقى الملح وشويه كده من الكمون والفلفل الاسود، وبس كده، مش هحط اي توابل تاني. ولحد ما تتسبك بقى الصلصه تعالوا عشان نعمل دقه الكشري. عندي معلقه من الثوم المفروم وكوبايه من الميه، ربع كوبايه من الخل وعصير ليمونه، وكمان معايا ملح وفلفل وشويه من الكزبره وشويه من الكمون. ضفت بقى كل المكونات على بعضها، وحطيت في الاخر كده رشه بسيطه من السكر، وضفتهم بقى كده على النار لحد ما يغلوا غلوتين. وبس كده الدقه بقت جاهزه معايا. وهنا الصلصه كانت اتسبكت وتقلت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، فاخففها شويه بكبش كده من الميه او من الشوربه زي ما تحبوا، علشان صلصه الكشري بتبقى خفيفه شويه ما تبقاش تقيله قوي. هديها بقى غلوه كده سريعه وهطفي عليها وهتبقى جاهزه معانا. وبس خلاص، تعالوا بقى شوفوا قرمشه البصل. سامعين الصوت ده؟ بجد مقرمش جدا جدا، وهيفضل معاكم لتاني يوم بنفس القرمشة دي. بجد لازم تجربوا الطريقة دي، هتعجبكم جدا وهتعتمدوها. واخيرا هتلاقوا سر قرمشة البصل. وحتى لو فضل معاكم كشري لتاني يوم هتلاقوا البصل لسه محافظ على قرمشته زي ما هي. وبجد هتاكلوا احلى كشري بالطريقة دي، وطعمه بجد يجنن واحلى من المطاعم مليون مرة. وعايزة اقول لكم بقى على طريقتي في عمل الشطة، بتبقى سهلة جدا. باخد كده معلقتين من صلصة الكشري، بيبقى فيها شوية من الدهون اللي هي بتبقى طالعة على الوش دي، وبحط عليها بقى معلقة كبيرة من الشطة، بقلبهم مع بعض، وبتبقى كده بالنسبة لي الشطة جاهزة. يعني شايفين كمان الشطة ما بتاخدش وقت خالص، وطريقتها يعني ما فيش اسهل منها بقى. والحمص اللي انتوا شايفينه ده طبعا مسلوق، انا كنت عاملاه في العيد وكان باقي منه شوية كده محدش راضي ياكلهم، حطيتهم في الفريزر وطلعتهم بقى كده فكوا وحطيتهم في مية سخنة، وبس كده بقوا مجهزين معايا كمان. يعني لو في اي وقت فاضي عندك حمص اوعي ترميه، شيليه في الفريزر وهينفعك في اي حاجة، تقدري تستخدميه مع الكشري زي ما انا عملت كده. وعايزه اقول لكم بقى ان طبق الكشري اللي قدامكم ده كان باقي من امبارح، يعني هو ده كان تاني يوم، والبصل زي ما انتوا شايفين لسه محافظ على شكله وقرمشته، وكأنه لسه معمول دلوقتي مش معمول من امبارح ولا حاجه. اهم حاجه بس نهتم بالتفاصيل اللي قلنا عليها، يعني نقطع البصل لشرايح رفيعه جدا على قد ما نقدر علشان تديله قرمشه حلوه، وكمان نجففه من اي ميه فيه علشان ما يرجعش يطرى معانا بعد التحمير. وبس خلاص كده عملنا احلى كشري، وكمان عرفنا سر البصل المقرمش. جربوه بقى واتمنى يعجبكم. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وكتروا الشير، واشوفكم على خير.